فاكرين مقلب دوت كوم؟ البرنامج اللي كان بيبعت لك من على النت فريق عمل عشان تعمل مقلب في اصحابك. عشان الذكرى تاخد قيمتها ونعرف ليه تستحق الكلام عنها لازم نرجع لورا شويه. احنا في اوائل الالفينات، في زمن الانترنت البدائي ومن غير الدي اس ال والراوتر وخدمه العملاء اللي بتضايقك. عشان تخش على النت محتاج تحط سلك التليفون نفسه جوه الكمبيوتر وتفتح من على الديسك توب حاجه اسمها الدايل اب وتكتب رقم كانك هتعمل اوردر. 037 بعد كده تدوس كونكت والكمبيوتر يقوم عامل لك الصوت اياه ويصرخ لك. كنت تحمل الفيلم الواحد من على 15 لينك في يوم ونص وتجمعهم في الاخر، وفاتوره التليفون تجيلك ب5 مليون جنيه استهلاك نت، وتقعد بقى مستخبي من الحاج لحد ما ينسى. في الوقت ده الكمبيوتر كان ابتدى يخش كل البيوت، بس عالم الانترنت والايميل والويب سايت كان مختلف تماما عن دلوقتي، بل يعتبر ملوش اي علاقه باللي عندنا حاليا. في اوائل الالفينات النت والميديا كانوا منفصلين تماما عن بعض. دي حاجه صعب تخيلها دلوقتي في وقت برامج التوك شو والاخبار حرفيا معتمده وبشكل مباشر على النت. الترند اللي على النت ممكن يحدد مسار انتاجات كبيره، ده ما كانش بيحصل زمان على الاطلاق. الانترنت ما كانش مفهوم خالص لمعظم الناس اللي من السن الاكبر، وكان اداه شباب بشكل اساسي، والشباب نفسهم بقى كانوا بيكتشفوه واحده واحده. بخلاف شويه نكت او مصطلحات في الدراما والسينما، ما كانش فيه اهتمام حقيقي لاستخدام النت تجاريا في الانتاج. ده لان العامل الاساسي لانتاج اي حاجه هو الربح، والربح من النت نفسه ككونسبت شيء مستحدث جدا. كان مقتصر بشكل كبير على الالعاب والبرامج، ولو عندك موقع بتاعك، وده ما كانش شيء رخيص او سهل وقتها، تقدر تعمل عليه اعلانات وشكرا على كده. ده خلى وقتها الانترنت في مصر بالذات يبقى قائم بشكل شبه حصري على المجهودات المجانيه. ناس كتير من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي حالا عملوا مجهودات جباره في مجالات مختلفه، سواء تصميم او كتابه او محتوى مرئي او مسموع، وكله كان ببلاش. ممكن يكونوا خدوا لون وبادج في منتدى ولا حاجه، بس مش اكتر من كده. يوتيوب نفسه اللي انتوا بتشوفوني عليه ما كانش بيحقق ربح لاي صانع محتوى في العالم قبل 2007، وما كانش بيحقق ربح في مصر والسعوديه والامارات قبل 2013. فيسبوك بقى ما ابتداش يدي ربح قبل 2018، ده 4 سنين فاتوا بس من تاريخ الفيديو ده. الربح من الانترنت بشكله الحالي على الاقل جديد جدا. فكره ان يبقى عندك الدعايه كلها على النت والمحتوى كله على النت والربح يبقى كبير على النت، دي حاجه مستحدثه، لدرجه ان من 10 سنين بس مش اكتر كانت الناس بتقول كلام مشهور من نوعيه انت بتضيع وقتك على النت ليه؟ هي اللايكات دي يعني هتجيب لك فلوس؟ مفيش حد كان مهتم يحط فلوسه او يستخدم حاجه مفيش ارباح كتير ممكن تيجي منها. ده غير ان البنيه التحتيه الماليه في مصر ما كانتش الكترونيه، فده كمان ما ساعدش كتير. وسيبك بقى من تحقيق ربح مباشر من على النت، استخدامه حتى كأداة تسويقية أو دعائية ما كانش اوبشن قبل انتشار السوشيال ميديا، خصوصا فيسبوك. تعالوا بقى نحط نفسنا مكان المنتج، حاجة الشباب الصغير بس اللي عليها، والقاعدة بتاعتها محدودة مقارنة بالتلفزيون والجرايد والراديو، واحنا اصلا مش فاهمينها قوي، وكمان مش بتجيب فلوس بل بتكلف فلوس. نفكر فيها ليه او نوجع دماغنا بيها ليه؟ ما نعمل نكتة ولا مشهد عنها ونبقى كده استخدمناها وقربنا للشباب بتوع النت وخلاص. معقولة يا تامر انت لسه ما دخلتش انترنت على الجهاز؟ فضلت كده لحد ما ده حصل. وحلقة جديدة من برنامج مقلب دوت كوم. في رمضان 2004 اعلنوا عن برنامج مقالب، فكرته حصريا عن طريق النت، اول برنامج تفاعلي الكتروني من نوعه. لو عندك واحد صاحبك مضايقك وقرفك في عيشتك بخصله مهببه، ويب سايت مقلب دوت كوم بيسمح لك تقدم طلب اونلاين ان فريق برنامج مقالب يجي لك بنفسه يعمل مقلب في صاحبك اللي مضايقك، يصوره ويعرضه في رمضان. لما ده حصل ده ما كانش عادي وما كانش معتاد. برنامج بيستخدم النت كأداة تسويق أساسية في عمل تلفزيوني في رمضان، وكمان الموضوع تفاعلي، ده كان موضوع جديد لنا. لأول مرة ممكن الجمهور يساهم في عمل عن طريق النت وعن طريق السايتات والإيميلات، ومش بس يساهم، ده الفكرة كلها قائمة على التواجد الإلكتروني. في الوقت ده شيء أسطوري. طب الكلام ده حلو، احنا عايزين نشارك بقى، نعمل ايه؟ الموضوع بسيط، هتروح زي الناس العاديين جدا تحط فيشة التليفون في جهازك، عشان دي حاجة احنا كلنا بنعملها، تكتب الرقم وتستنى الجهاز يخلص صريخ وتدخل على موقع مقلب دوت كوم. تعالوا بقى نروح رحلة ل 2004 ونخش على سايت مقلب دوت كوم مع بعض. لا 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 لا، شفت الشغل العالي؟ ايه الزراير دي بقى؟
انا اسف، عايز تعمل مقلب في حد، تعالى كده نشوف. اسمك، ايميلك، تليفونك، موبايلك. تليفونك وموبايلك كانوا حاجتين مختلفين. تليفونك هنا كانت بمعنى التليفون الارضي، يعني عشان كل البيوت كانت بتستخدمه ومش كل الناس معاها موبايلات. والمقلب هنا بقى بتكتب صاحبك مضايقك في ايه وعايز تعمل فيه مقلب ليه، وايه المقلب اللي عايز تعمله. البرنامج اتعمل في 2004 ونجح نجاح كبير جدا. الفكره ما كانتش معتاده ولا على البال ان يبقى فيه برنامج تفاعلي حقيقي انت ممكن تشترك في عمله او تبقى جزء منه. ده غير ان الشعب اصلا كان وقتها بيحب برامج المقالب، وانك تطلع في واحد فيهم كان شيء مغري لناس كتير. هزار اديني على. ده خلى البرنامج يرجع في سيزون تاني في 2005، وعلى كلام اشرف عبد الباقي البرنامج وصل له يجي اكتر من 600 الف رساله. وصل للسايت او للموقع بتاع البرنامج حوالي 600 الف ايميل. الرقم ده طبعا كان مسؤوليه بالنسبه لمجموعه العمل. تعالوا بقى نشوف البرنامج نفسه. الحلقه من مقلب دوت كوم بتركز على موضوع معين، يعني مثلا الهوايه دي شيء جميل، عن الموهبه، عن السحر والشعوذه. ومن هنا بتبتدي تاخد الحلقه شكل معين بتكمل عليه. بتستضيف الاتنين الصحاب اللي واحد فيهم المفروض بهدل التاني، ويتكلموا عن دوافعه لمثل هذه الواقعه. ايه اللي ضايقه قوي كده وضايقه ليه؟ بعد كده صاحبه يقول رايه في الكلام ده وهو شايف نفسه ازاي. وطبعا اشرف عبد الباقي بقى يهزر بالشياكه مع الاتنين والحوار يمشي. وبما اننا بنتكلم عن موضوع معين، واكيد كذا حد من اللي بعتوا للبرنامج كان عندهم مشكله مع نفس موضوع الحلقه، اشرف عبد الباقي بيستضيف كذا حد من اللي بعتوا ايميل يطلبوا فيه نفس الموضوع، بس من غير ما يكون اتعمل فيهم المقلب. دردشه كده عن كنت عايز تعمل المقلب ليه. ده كان ممكن يبقى عشان مثلا يدي فرصه لعدد اكبر من اللي بعتوا الايميلات انهم يظهروا على التلفزيون، وبرضه عشان يطعم الحلقه ويطولها عشان تطلع مدتها مناسبه للبرنامج في رمضان باعلاناته. المقالب نفسها بقى ما كانتش انتقاميه وعنيفه ومقلقه، كانت مجرد نكش واستفزاز معتاد بشكل بسيط وجاي من مكان حلو ومش مؤذي. الضحك فعلا ما فيهوش اذى او اهانه او تقليل من شأن اللي بيتعمل فيه المقلب. البرنامج الحقيقه ما كانش مركز بالكامل على المقلب نفسه. من حلقه تلت ساعه المقلب دقيقتين او 3 دقايق في اخر الحلقه خالص. البرنامج كان مركز على قبل وبعد المقلب، على ما وراء المقلب. الصحاب يعني بيتكلموا مع بعض وعلى بعض عن اللي حصل. اشرف عبد الباقي في كل حلقه كان بيحاول يوصل رساله عن موضوع الحلقه، الموضوع يبقى بمعنى او قيمه اكتر ما هو مقلب للتهريج او لتأديب الصحاب لبعضها. بيحاول يدي لكل حلقه او كل مقلب طابع اجتماعي او تساؤل او تحذير، بس من غير ما نحس انها محاضره. المقلب موجود بس معمول عشان نقول للجمهور حاجه. طبعا مفهوم ان مش كل محتوى ترفيهي لازم يبقى تعليمي، احيانا بيبقى فيه ترفيه لمجرد الترفيه، مفيش مشكله. لكن مقلب دوت كوم كان ليه هدف مع المقلب، ومعمول بدون اي اقحام او من غير ما يحسسك انك بتقرا ظهر كتاب العربي. مستخدمين خفه الدم والبساطه عشان يوصلوا هم عايزين ايه. في حته تانية غايه الاحترام. من الواضح ان في حاجه اشرف عبد الباقي بيحبها وبيعملها من زمان لحد دلوقتي، وهي تقدير وتقديم المواهب الجديده. مجموعه مقلب دوت كوم معانا هنا اهو، اتفضلوا كلكم يا جماعه. كل حلقه بيتم تقديم كرو البرنامج باسمهم، واحيانا بيتكلموا معاهم في المقلب لانهم جزء منه، بدون تهميش او كسر خاطر من اللي حصل واللي بيحصل لمواهب كتير او فريق عمل برامج دخلوا وخرجوا من غير ما حد يقدمهم. شيء محترم. وبرضه حاجه تانية، كان دايما في رقي شديد في التعامل مع الناس والمواقف، بخفه دم وشياكه واحيانا ضبط نفس. يعني مثلا لما حد طلع على البرنامج في حلقه الموهبه وهو مقتنع ان صوته كده حلو، يلا عرفت الدنيا معاك. اشرف عبد الباقي وبخفه دم اتعامل مع الموقف ومن غير ما ياخد لقطه على حساب حد ولا يدوس على حد عشان يحقق الكوميديا. عمل كده. معلش يا محمد انا اسف، لكن انا ما اقدرش اتفرج على التلفزيون على مطرب صوره ومن غير صوت. حاول تدرب صوتك يا محمد، حاول. طب نيجي لسؤال زي هل البرنامج ده فعلا كان بيختار الناس من النت؟ بص يا عزيزي، لو انت بتحب برامج المقالب بشكل عام فاعتقد في العادي انك بلاش تسأل الاسئلة دي عشان اجاباتهم بتشيل من العمل شوية، واحنا في الاخر بنركز اننا نضحك على الحلقة ونخرج مبسوطين. انما بقى لو مش مهتم بكل ده وعايز تعرف، طبعا ما نقدرش نقول لك قطعا البرنامج كان بيختار الناس ازاي، بس ممكن نبص على حاجتين كده. اول شيء، كان في بعض الحلقات اللي طلعوا فيها بقوا بعدين مشهورين، زي مثلا مصطفى حجاج يا بتاع النعناع يا منعنع، نديم الشاعري ابن حميد الشاعري اللي هو كمان موزع دلوقتي، وائل علاء اللي هو اصلا ممثل كوميدي. ده ممكن يديك التفكير ان كان في ناس فعلا بيتعمل لها كاستنج عشان كانت بتحاول تتعرف. في نفس الوقت اغلب اللي شاركوا ناس غير معروفه تماما وفضلت كده. بس هل الناس دي كانت جايه عن طريق الايميلات فعلا؟ الله اعلم. جوده بعض المقالب كانت حلوه وبعضها كان في احساس بانها مش طبيعيه قوي، لكن تاني الله اعلم ممكن يكون ميكس ما بين ناس جايه كاستنج وناس فعلا من الرسائل. محدش يعرف، محدش يقدر يقول بالتاكيد لان مفيش تصريح رسمي على حد علمي عن الموضوع. بس ايا كان اختيار
الناس تم ازاي. فكرة انك في 2004 تعمل موقع الكتروني تفاعلي ومن عليه الناس ممكن تراسلك وتبقى جزء من نجاحك من على النت، الظاهرة الجديدة، الاختراع اللي محدش لسه فاهمه تجاريا بشكل كامل، ده لوحده يخلي البرنامج ليه سبق تجاري وتسويقي لا يمكن انكاره. وممكن جدا تكون رسائل الناس في كل الاحوال كانت مصدر مهم لافكار الحلقة وافكار المقالب نفسها او المواضيع اللي كانوا هيتكلموا عليها. بشكل او باخر ناس كتير ممكن تكون ساعدت وساهمت في كتابة البرنامج ده لمجرد رسائلها واستخدامها الموقع مقلب.com. لو مبسوط انك افتكرت او عرفت اكتر عن مقلب.com، دايما سعداء اننا نفكرك، واحب كمان افكرك انك تشترك في القناة عشان الذكريات عندنا كتير واللي جاي احلى. اراكم على خير.